تخيل معايا عطر أول ما ترش ريحته مش بس مزيج بين فاكهة دفء وخشب، لكن بيدخلك في جو كأنك ماشي في غابة محاط بخشب وأشجار، وكأنك بتعمل الاستحمام بالغابة، أو زي ما اليابانيين بيسموه شينرين يوكو. النهاردة معانا عطر جديد نزل سنة 2024 وخطف قلوب ناس كتير جدا. العطر ده اسمه أبريكو إن كونياك، والعطر ده من دار سنس اوف وود. السلام عليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين. لو بتحب العطور الغريبة المميزة المختلفة جدا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان يوصلك كل ما هو جديد. براند سنس اوف وود كل عطورهم بتتعتق في براميل خشب، وده بيدي للعطر شخصية كده خشبية فريدة مش هتلاقيها في أي عطور تانية خالص. وهم شايفين إن الغابات دي هي مصدر إلهامهم، ودي الطريقة اللي وصفوا بيها رسالتهم اللي هو الاستحمام بالغابة. يعني هم عايزينك انك تحس ان كل عطر ليهم هو رحلة روحية في أحضان الطبيعة. والعطر أبريكو إن كونياك هو من توقيع العطارة الكندية اللي هي من أصول هندية ترينيداد، اسمها ناتاشا كوتي. نوتات العطر بقى في المقدمة المشمش، برتقان، توت العرعر، وفي قلب العطر في خشب الصندل والسمسم، وفي قاعدة العطر في البنزوين. فمن النوتات دي لوحدها تحس ان العطر ده هيكون فاكهي كحولي خشبي، في لمسة جورماند وفي نفس الوقت لمسة خشبية تقيلة جدا. على فكرة العطر ده لو اشتريته من الموقع بتاعهم ينفع تغير اللون الغطا بتاع العطر، وكمان تختار لون الإزازة نفسه. عندي عطر تاني هنا من نفس الدار اللي هو عود إن أكيشيا. أكيشيا ده نوع من الأخشاب برضو، اللي هو البرميل الخشبي اللي عتقوا فيه العطر ده هو خشب الأكيشيا. أبقى أكتب لكم اسمه بالعربي على الشاشة. فينفع تغير لون الغطا، لون الإزازة، فبتيجي في كذا لون. تعالوا بقى نرش العطر ده. على فكرة حبيت أرش العطر ده على إيدي عشان العطر ده أول حاجة عطر غريب جدا، عطر جميل جدا، وعطر ريحة طبيعية غربية جدا، يعني تحس كأنك في الغابات اللي في كندا. ريحة لذيذة جدا جدا. وعلى فكرة النوتات اللي بيعملوا منها المشمش والخوخ دي نوتة أصلا كريمية، هي نوتة، وبالإضافة طبعا لخشب الصندل اللي هو بيدي طابع كريمي أصلا في العطور. تخيل بقى النوتة دي بيستخدموها في عمل النوتات اللي هي اللاكتونيك، النوتات اللي هي العطور اللي فيها لبن أو حليب. فتخيل بقى الكريمية العطر 3 أضعاف حاجة زي كده. لذيذ جدا. المشمش والبرتقال يا خبر أبيض. طبعا المشمش هنا هو اللي واخد دور البطولة، بس بتحس بالبرتقال برضو وبيدي انتعاش كده خفيف جدا. بس المشمش هنا زي ما قلت لكم هو مشمش كريمي، معمول كده زي من المشمش الجاف اللي هو مش فريش، يعني مش منعش جدا. بس الانتعاش ده والاشراق ده بيجي من النوتة اللي هي البرتقال. وعندك بقى الجونيبر بيري او التوت العرعر، بيزود بقى احساس كده سبايسي اخضر، كأنه كده بيوازن الحلاوة بتاعت العطر، يعني ما بيخليهوش يبقى سويت زيادة عن اللزوم. يعني حاسس ان مخلي العطر بيديله كده ريحة طبيعية جميلة جدا. ده على فكرة واحد من العطور اللي ينفع استحمى بيها وما يخنقنيش، يعني ما تحسش بأي حاجة كده صناعية فيه خالص. طبعا في الريحة الكحولية موجودة طبعا، لأن البرميل اللي هو اللي عتقوا بيه العطر ده كان فيه نوع من الكحول اسمه الكونياك.
وبعد شوية العطر كده تحس انه بياخدك بقى في اتجاه اعمق، اتجاه كده خشبي، خشبي الصندل بقى بيبان كده اكتر وبيدي احساس كده دافي وناعم. والسمسم هنا بقى بيضيف لمسة مكسرات جوزية، ريحة مختلفة جدا واول مرة اشمها بصراحة، ريحة مبتكرة جميلة جدا. والبنزوين بقى بيدي للعطر دفء كده، تقريبا بيفكرني بريحة الفانيليا بس مع لمسة راتنجية تقيلة. يعني العطر ده من الآخر كده ليه مرحلتين، ومرحلتين جامدين جدا. يعني في عطور بحب الافتتاح بتاعها أكتر من النوتات اللي في القلب، وبحب في عطور بحبها كلها كل التدرج بتاعها. بس العطر ده فيه مرحلتين بس، والاتنين أحلى من بعض بصراحة، حاجة تجنن. يعني هو فاكهي في البداية وخشبي صمغي في النهاية، وده بيخلي للعطر ده تجربة كده معقدة ومليانة طبقات لذيذة جدا. بالنسبة بقى لثبات العطر على جسمي بيقعد بتاع 7 ساعات، وانتشاره مش وحش. يعني زي ما قلت لكم العطور اللي فيها روائح كده طبيعية، روائح كده ما بتخنقش، وفيها طابع كده شوية جورماندي، العطور دي ما بتقعدش كتير. بس ده عشان النوتة اللي هي الخشبية والبنزوين، فده ده اللي بيدي للعطر الثبات بتاعه. وعلى جسمي بيقعد 7 ساعات على الأقل، بس الانتشار بتاعه مش قوي جدا، يعني لازم الناس تقرب منك عشان تشمه. بس اللي هيشمه حاجة فخمة جدا، ولا أحلى ولا أروع. وأكتر حاجة بقى يبان فيها جمال العطر ده هو فصل الخريف والشتاء، مناسب بقى لخروجات وسهرات. يعني مش عطر تلبسه بقى وتروح على الجيم، لا، مش الكلام ده خالص. لا، هو عطر ليه طابع جورماندي، يعني مش عطر توقيع وعطر في الاوفيس ولا تنزل بيه الجيم، لا، العطر ده مش كده خالص. وهو عطر فعلا لشخص ناضج، يعني ينفع يبقى توقيعك الشخصي لو انت مثلا في سن معين، تحسه كده عطر مثقف، شخص كده مثقف ينفع يلبسه يوميا. بس لو مثلا حد سنه اصغر عايز يستخدم عطر زي ده، يبقى مناسباته بس. وطبعا العطر للجنسين، على فكرة العطر للجنسين في بعض الاصوات في فراجرانتيكا وكده بيقولوا عشان النوتات الحلوة الخوخ وكده هو مائل للانوثة. انا مش شايف الكلام ده. والحاجة اللي فاجئتني اني ما توقعتش ان يكون فيه السمسم والبنزوين، لان البنزوين دي المفروض نوتة تحسها متواجدة في عطور شرقية كتيرة جدا، ومع ذلك العطر ريحته مش عطر شرقي. فالعطر ده مش هيبقى مناسب للناس اللي ما بتحبش العطور الكحولية البوزية اللي فيها فواكه، ما انصحكمش بيه. ولكن الغالبية العظمى هيعجبهم صراحة. وعطر زي ده مش من العطور اللي انا هقول لك يا اما هتحبه يا اما هتكرهه، لا، كده كده هتحبه. بس حتى لو مش عاجبك هتقول مش مناسب ليا، بس استحالة اي حد يشم العطر ده ويكرهه. ولكن مع ذلك انصح بعدم الشراء العمياني، لازم تجرب قبل أن تستثمر في إزازة كاملة. هو فعلا عطر يديك إحساس الفخامة، وفي نفس الوقت بيوديك على تجربة الاستحمام بالغابة والطبيعة وفي حضن الطبيعة. يعني التجربة اللي البراند اتكلموا عنها ومؤسس البراند، وفعلا حاجة جميلة جدا. هل جربتم عطر ابريكو ان كونياك؟ قولوا لي رأيكم فيه ايه لو جربتوه، وايه اكتر عطر خشبي فاكهي جربتوه وعجبكم، وهل حابين تجربوا حاجة من سنس اوف وود؟ وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس عشان ما يفوتكش كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.